السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هارون عبد المعز من دلجة مركز درمواز محافظة المنيا. أبعت تحية للجماعة اللي ضد الدكتور رحمة الله عليه الدكتور ضياء العوضي. تحية تستاهلوها. في عليكم مع اللي جابكم يا كلاب، يا أولاد الكلاب. يا أولاد الكلاب، ده راجل رحمنا من الطب ورحمنا من العلاج. يا أولاد الكلاب، أنا جاني السكر قعدت 45 يوم ماشي مع دكتور. بعد كده يقول لي ما تاكلش السكر ولا البطاطس ولا اللحم الملبس ولا. جنني يا أولاد الكلاب. بقى ألقى السكر ناقص. بعد كده يا دكتور ده السكر ناقص عندي، يغير لي العلاج والله 35 يوم. بعد كده رحت للدكتور، والله كشفت عندي 23 دكتور. 23 دكتور. كل شويه اروح اودي العلاج اللي يزيد مني للصيدليات، اقول فرقوا الناس المساكين زحلاتنا. المهم مشيت عند دكتور الله اللي وفقه اسمه احمد الخضيري، باين كده اسمه احمد الخضيري، في مستشفى النيل في الدور الثامن. كل شويه يديني جلسه، اول جلسه اديها لي ب 800 ويكتب لي علاج ب 1000، وثاني جلسه قعدت 6 جلسات معاه يديني الجلسه ب 510 ويكتب لي علاج ب 900 ب 800. يا دكتور طب المسامير اللي في جسمه والغليان زي ما هو. يقول لا هيروح. قعدت معاه خدت 7 جلسات، وما كل مره يكتب لي علاج يخرب بيت ابوكم. واروح عند دكاتره واللي يقول لي وعليك باللحم الابيض. ايه اللحم الابيض؟ اللي هو الفروج والبحه ومش عارف والسمك، هذا اللي حافظينها بس. واروح لدكتور تاني يقول كدر السوائل واشرب لبن وكل زبادي وكل. والله العظيم في مره قعدت 3 ايام اكل زبادي واشرب لبن، وبعد كده واعمل واكل ربط الجرجير، اكل بتاعت خس. لما اخذ السير تصير حجر ما تنزل مني. وكل شويه ابعد العيال، روح يا عيال هات حقنه البطن. كل شويه اخد حقنه بطن مسكنه ولا ليها اي لازمه، مسكن. قعدت سنه كام سنه وشهر والله العظيم 8 اشهر متعذب عذاب ما يعلم الا ربنا. بعد كده قبل ما اعرف الدكتور ضياء العوض الله رحمه الله عليه وصبر اهله، وان شاء الله ربنا يجعل في الجنه في الفردوس الاعلى. المهم قعدت ابحث عن النت، اتكلمت عن النت بتاع اليوتيوب ده مش عارف اللي اسمه. يا جماعه انا جسمي فيه ابر وسكاكين شغاله. جاني دكتور من القاهره قال لي نظام السكاكين دي ومش عارف ايه. المهم قال في واحد يمني راح اسمها دي اسمها اللي فيها الفاتيكان دي اسمها يا اخي اللي فيها الحرومه دي باكستان. يا راجل اقول لك اللي في الحرومه اللي تبع اوروبا يا اخي. المهم ايطاليا. قال جاني واحد يمني كان عنده سكاكين وبتاع مش عارف يعني وصف التعب اللي انا فيه. بعد طبعا عندي كسل شديد، لما اخذ اقول الله يعزك كنت اروح الحمام والله استند على الحيطان واديني دوخه ما يعلم بها الا ربنا، دوخه شديده ما يعلم بها الا ربنا. المهم التصير كله 4 ايام الصير، ولما اخذ حاجه غريبه الشكل. يا رب مش هم اكل غير لبن واشرب لبن واشرب واكل زبادي والخضره اللي يقول عليها الدكاتره. المهم انا قاعد في مره على القهوه قاعد قلت لهم يا جماعه والله تعليم الدكاتره ده كله غلط. التعليم بتاع الدكاتره الطب ده كله غلط. المهم دور الضحك عليا، قالوا كيف انت مش مدرك؟ قلت يا جماعه ده انا من اسيوط لمله ولدرماس ما خلتش يا اولاد 23 دكتور. 23 دكتور ما فيش اي يعني المسكنه تسكن معايا 5 دقائق ويرجع للتعب الثاني. والله العظيم ايام كنت منام والله اما انام بعد الفجر ساعه. لغايه واحد قال لي ياخد بقى تعالى صلي في الجامع، قلت ياخد بطاطس صلواصل يبقى مع الزهد والتعب. الله يبارك له يعني الراجل. المهم الدكتور ضياء العوض رحمه الله عليه لما قال التدخين ومش التدخين، طيب في ناس اما تضايقوا اللي عنده عائلين اللي عنده عائلين يضايقوهم يسيب لهم الدين وبيطلع من دين الاسلام. وانت يا اولاد الكلاب وانا فتوى مني يجوز عليكم استغفر الله العظيم، يجوز عليكم سب الدين استغفر الله العظيم الله اعلم. عشان انتوا ولاد كلب. عمرو اديب
يقول انا مش مخاف، والله ثم والله ما شفت اعلان زبان جدك. يعني انا اصدق الراجل اللي ماسك السيجاره والتخصص بتاعه مش راح لي فيه، اما مش عارف، ولا اصدقك انت يا شراب البيره والخمره والويسكي، انت صاحب كازينوهات وصاحب بار، ها؟ اصدقك انت يا فاسد، ها؟ يا اعلان فاسد. انت واحمد موسى انتوا مالكم من الحجج، وطالعه واحده بالتلبوه مبينه كتفها تقول ده الدكتور ده صدقوه الحمير. احنا حمير يا شرم، طفي عليك وعلى امك يا بنت اللبوه، وطفي على اي واحد يعرض الدكتور ده العوضي. ربنا يرحمه. انا والله العظيم اديني صباح شهرين وعايش عن 70 يوم والله ما باخد علاج السكر. كنت باخد برشامه، بعد كده خلوها له نص، بعد كده بطلت علاج السكر من ساعه من شطح الطيبات. انا قبل ما اعرف والله الله يرحمه ويديله الرحمه، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقدر يجيب حقه وما يجيبش حقه. حسبنا الله من رئيس لغفير لو يقدر يجيب حقه وما يجيبش حقه. عشان ده شرق العدوى وشرق البيبسو وصحبات الدجاج ده الفراخ هم السبب، الله ينتقم منهم ربنا. ده دكتور عالم ربنا بعدوه لنا وبعد فيه التوفيق وبعد فيه العلم اللي بعدنا عن البشر. يعني انا والله العظيم يوم كنت باخد 9 برشامات و12 برشام، دلوقتي بطلت، ما فيش ولا اي برشام ما. يا اولاد الكلاب عنده راجل عالم، ها؟ يا كلاب يا اولاد الكلاب، عشان صحبات المال، عشان الشركات، ها؟ صفات دم من الشعب. وبعد كده عمرو اديب يقول لها محمد صلاح ليه مش تشرب خمر؟ قال محمد صلاح يقول تاج العرب، مش عارف فخر العرب، فخر العرب. انا والله لما الكابتن ابو تريكه كان بيحبه ما اسمع له ما يشوفه غير عشان خاطر ابو تريكه. الله يبارك له ابو تريكه يا رب. فخر العرب يعني عامل العرب، ها؟ هو ما ياخذ فلوس والجماهير المشجع كوره ده مهما حاجه. هذا فخر العرب وتاج العرب فوق الراس هو الدكتور ضياء العوضي. الدكتور ضياء العوضي والله العظيم اللي ربع السمن بان استبدوا الدكاتره عند بنت بطنها وجعها، قلت لها قلت لها بنت الكلب بطل اكل زباد وزفت. راحت لدكتور كنت رحت له انا قبل كده، اصلا بيضرب بسرايل بريح، يعني هو مسيح بسرايل بريح. يعني لما رحت له انا قال لي يا عم هارون خد العده، بعد كده اعمل منظار، عملت منظار. المهم قال ما فيش حاجه في الكولون. انا والله زعلت لما قال ما فيش حاجه. ليه؟ انا عايز اي حاجه تكون فيا الغد. انا والله العظيم كنت بطلب الموت 3 مرات في اليوم، اقول يا رب هون عليه سكرات الموت، ربنا هون عليه سكرات الموت. المهم لما رحت البيت قال لي بعد عن الخضره والله وعن الالبان وبعد عن البيض والفراخ، بس ايه في غلطه عملها، قال لي بس كل زبادي. قلت اوعى تاكل زبادي يا بنت الكلب. تبع علمه الحمد لله ربنا شفاه، الحمد لله ربنا شفاه. طب انتوا يا اولاد الكلبه انتوا مالكم ومال واحد ربنا شفانا على ايده، ها؟ مالكم مال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.